يلا نعمل اللاب بتاعنا، وهنروح على اول سيرفر الستاند الون او الروت سي اي، وده اللي هيكون ورك جروب، وهنعمل له شات داون في الاخر. تمام. السيرفر زي ما انتم شايفين اسمه سي اي داش لاب، والاي بي 10.1.1.10، وطبعا السيرفر ورك جروب. طيب هنبتدي نعمل انستول، وهنروح على داشبورد، وبعدين اد رول اند فيتشر، هنقول له نيكست نيكست نيكست. هنختار اكتيف دايركتوري سيرتيفيكت سيرفيس، اد فيتشر، طبعا مش هننزل اي فيتشر. نيكست. هيسألني على الرول سيرفيس اللي احنا عايزينها، هقول له سيرتيفيكيشن اوثوريتي وسيرتيفيكيشن اوثوريتي ويب انرولمنت. تمام. وطبعا دي الرول اللي بتعمل ويب سايت عشان تخلي اليوزرز تقدر تنرول سيرتيفيكت من الويب سايت. اوكي. طيب امال ايه سيرتيفيكت انرولمنت بوليسي ويب سيرفيس دي برضو من الفيتشرز الجديده اللي في 2012، وهي بتشتغل مع السيرتيفيكت انرولمنت ويب سيرفيس عشان تخلي الكمبيوترز اللي مش جوين دومين تعمل انرولمنت للسيرتيفيكت من السيرتيفيكت اوثوريتي بتاعك. اوكي. طيب ايه النتورك ديفايس انرولمنت سيرفيس دي؟ بتخليك تيشيو سيرتيفيكت لاي نتورك ديفايس زي الراوتر مثلا. طيب هنختار زي ما اتفقنا سيرتيفيكيشن اوثوريتي وسيرتيفيكيشن اوثوريتي ويب انرولمنت، ده اللي احنا محتاجينهم دلوقتي. اوكي. وهنقول له نيكست. هو اوتوماتيك طبعا هيعمل سيلكت للفيتشرز اللي في الاي اي اس اللي هو محتاجها. هنقول له اد نيكست، وبعدين هنقول له انستول. على ما يعمل انستول بقى، تعالوا نروح على السيرفر التاني ننزل عليه الرول. تمام. وزي ما قلنا قبل كده ان السيرفر التاني ده هيبقى جوين دومين اللي هو السب اوردينيت، وزي ما انتم شايفين السيرفر اسمه CA2 lab داش لاب، والدومين بتاعنا اسمه lab.log، والاي بي 10.1.1.12. زي ما عملنا المره اللي فاتت هنروح على داشبورد، اد رول اند فيتشرز. تمام. نيكست رول بيز، نيكست نيكست. هنقول له اكتيف دايركتوري سيرتيفيكت سيرفيس. نيكست. مش هننزل اي فيتشرز طبعا. نيكست. هيسألني على الرول سيرفيس زي التاني بالظبط، هنختار سيرتيفيكيشن اوثوريتي وسيرتيفيكيشن اوثوريتي ويب انرولمنت. اوكي. هنقول له نيكست. اوتوماتيك برضو هيسلكت الفيتشرز اللي هو محتاجها. هنقول له نيكست نيكست انستول. طيب تعالوا بقى نرجع للسيرفر الاول اللي هو الورك جروب. هنلاقي الانستليشن خلص. اوكي. هقول له configure الاكتيف دايركت سيرتيفيكت سيرفيس on the destination server. اوكي. نيكست. هيسألني على السيرفيس اللي انا عايز اعمل لها configuration. هختار الاثنين اللي احنا اوريدي عملنا لهم installation، certification authority و certification authority web enrollment. هقول له next. هيسألني بقى انت عايز السي اي دي ستاند الون ولا انتربرايز؟ وطبعا زي ما انتم شايفين ان الاوبشن بتاع الانتربرايز ديمد. ليه يا جماعه الكلام ده؟ عشان السيرفر مش جوين دومين، والانتربرايز بينتجريت مع الاكتيف دايركتوري. اوكي. عشان كده هي مش ديمد، بما ان المكنه دي ورك جروب او السيرفر ده ورك جروب، فاوريدي مش هينفع اصلا يبقى انتربرايز، عشان كده هي ديمد. فهنختار ستاند الون سي اي وهنقول له نيكست. طبعا هيسالني انت عايزه روت سي اي ولا سب اوردينيت؟ طبعا احنا قلنا الاولاني هيبقى ستاند الون وهيبقى روت سي اي،
فهنختار روت سي اي ونقول نيكست. طبعا هيسألني على البرايفت كي، طبعا هقول له create new private key لان ده اول سيرفر واحنا ما عندناش اصلا قبل كده برايفت كي. هقول له next. طيب هنختار بقى هنا الكريبتوجرافيك والكي لينث والالجوريثم بتاعي وهسيبهم ديفولت زي ما هو. هقول له next. هيسألني على الاسم بتاع السي اي، ممكن تسيبه ديفولت وممكن تعدل فيه زي ما انت عايز. تمام. هنقول له next. هنختار المدة اللي هتبقى اللي هيشتغلها، وممكن نقول مثلا 5 سنين ونقول له next. اللوكيشن بتاع الداتابيز هنقول له next. هنقول له configure close. كده يا جماعة احنا عملنا السيرفر الاول. نروح على tools، هنفتح الكونسول بتاع السيرتيفيكت اوثوريتي ونبص عليه كده، هنلاقي السيرفر شغال زي ما انتم شايفين، تحتيه الكونتينرز بتاعته تمام. طيب نروح بقى على السيرفر التاني اللي هو ايه جوين دومين، هنلاقيه خلص الانستليشن. تمام. هندوس على configure الاكتيف دايركتوري certificate service on the destination server. تمام. هنقوله next. هيسألني على السيرفيس اللي انا عايز اعمل لها configuration، هنسلكت التو سيرفيس بتوعنا وهنقول له next. هيسألني انت عايز السي اي يبقى ستاند الون ولا انتربرايز. طبعا الانتربرايز هنا مش ديمد زي ما انتم شايفين، عشان في السيرفر ده جوين دومين وطبعا بينتجريت مع الاكتيف دايركتوري، فعشان كده هنقدر نخليه انتربرايز وهي اكتيف مش ديمد. هنختار انتربرايز ونقوله نيكست. هيسألني انت عايز روت سي اي ولا سب اوردينيت سي اي. طبعا احنا عايزينه سب اوردينيت سي اي وهنقوله نيكست. هنكريت برضو نيو برايفت كي وهنقوله نيكست. الكريبتوجرافيك الكي لينث الهاش كل الحاجات دي هنقوله نيكست برضو الديفولت. هيسألني على اسم السيرفر برضو السي اي سيرفر هنقول له ممكن نسيبه ديفولت او نعدل فيه زي ما احنا عايزين. طيب هنا بقى بيسألني على البيرنت سي اي اللي هو يعتبر مين الروت سي اي اللي هياخد منه الاذن عشان يجنريت سيرتيفيكت يسمح فيها للسب اوردينيتور انه يشتغل لمده 5 سنين او حسب ما نحدد. اوكي. طبعا عشان الروت سي اي بتاعنا مش جوين دومين مش هقدر اقول له send certificate request to parent، لكن في طريقتين تانيين ممكن ايه اسند بيهم certificate request. تمام. في طريقه ممكن نعملها من على الكونسول وهنشوفها، والطريقه التانيه اوف لاين. هاجي من على السيرفر ده هعمل سيف للسيرتيفيكت ريكويست، يعني هعمل سيرتيفيكت ريكويست واسيفها لوكال على المكنه بتاعتي على السيرفر بتاعي. تمام. وهاخدها واديها على الروت سي اي واخد ابروفال او اخليه سبميت، وبعدين اخد السيرتيفيكت دي تاني اروح اعمل لها انستول على السيرفر اللي انا عليه ده. تمام. المهم هنقوله نيكست. هيسألني برضو على الداتابيز لوكيشن هقوله نيكست. هقول له كونفيجر. بعد ما يخلص هنروح على تولز، هنفتح الكونسول بتاع السيرتيفيكت اوثوريتي ونبص عليه كده، وزي ما احنا شايفين ان السي اي مش شغال لانه ما خدش ابروفال من الروت سي اي. هنعمل الطريقه اللي قلنا عليها من الكونسول، هنسند سيرتيفيكت ريكويست، وبما ان التو سيرفر بتوعنا اونلاين فاحنا ممكن نعمل رايت كليك على السي اي بتاعنا ونقول له all tasks
ونختار منها request CA. هيسألني على مكان السيرتيفيكت، هعمل كانسل، فهيسألني على اسم السيرفر. طبعا هحط له الاي بي بتاع السيرفر وادوس على parent CA، هلاقي اسم السيرفر ظهر معايا على طول. تمام، هقول له اوكي. طبعا دي رسالة او مسج بتعرفني ان الريكوست بتاعي محطوط في البندنج لحد ما الادمن يعمل له ابروف. محطوط في البندنج عند مين؟ عند السيرفر الاولاني اللي هو الورك جروب. هنقول له اوكي. زي ما انتوا عارفين ان الانتربرايز سي اي اللي هو الجوين دومين، اي حد يعمل ريكوست بياخد على طول، لكن في الستاند الون او الروت سي اي اي حد يعمل ريكوست بتروح على البندنج، لان المكنه ان السيرفر ده مش جوين دومين لحد ما الادمن يروح ييشو او يعمل ديناي. ولو عمل لها ديناي بتروح على الريفوكد، ولو عمل لها ايشو بتروح على الايشود سيرتيفيكت. وطبعا ممكن اغيرها من السيرفر. هروح على السيرفر نيم وهعمل رايت كليك بروبرتيز، وبعدين هقول له بوليسي مديول بروبرتيز. هلاقي زي ما انتم شايفين التو اوبشن قدامنا، اختار اللي انا عايزه. لو انا عايز اخلي السيرتيفيكت تروح في البندنج وابروف، او اخليه ايشيو على طول. طيب بعد ما عملنا الريكوست سي اي سيرتيفيكت هنروح نعمل ايشيو. طيب نروح على السيرفر التاني اللي هو السب اوردينيت، هنعمل ايشيو للابروفل بتاع الريكوست اللي عملناه من على السب اوردينيت. مش احنا كنا عملنا ريكوست عشان ناخد اذن من الروت سي اي ان احنا نجنريت سيرتيفيكت؟ طيب هو دلوقتي خلاص سمح لي او اداني ابروف ان انا اجنريت سيرتيفيكت، بس انا هنا لسه ما حسيتش بيه. فهعمل ايه بقى عشان انستول السي اي سيرتيفيكت دي، عشان يبدا كمان السب اوردينيت ده يعرف ان هو خلاص خد اذن والسي اي روت ابروف ان هو يجنريت سيرتيفيكت. هروح برضو على السيرفر نيم، هعمل رايت كليك اول تاسكس، هقول له انستول سي اي سيرتيفيكت، هكنسل برضو وهكتب السيرفر نيم، هقول له نيكست. هيطلع لي وورنينج زي ما انتم شايفين، طلع لي وورنينج عشان الريفوكيشن فانكشن مش قادره تعمل تشيك. فاحنا هنرن كوماند لاين عشان نافويد المشكله دي وعشان السي اي يبقى شغال. تعالوا نفتح الرن ونكتب CMD ونرن الكوماند لاين دون عشان نعمل ديسيبل للسيرتيفيكيت ريفوكيشن. وبكده نبقى عملنا الريكومنديشن او الهيراركي الريكومندد من مايكروسوفت عشان نسكيور السي اي. تمام، وزي ما انتم شايفين السي اي بقت شغاله، ونقدر كده نروح نعمل شات داون للسيرفر الاولاني اللي هو الروت سي اي، والسيرفر التاني هيبقى شغال معانا كويس ويجنريت سيرتيفيكت لمده 5 سنين. وبعد كده هنبقى محتاجين ان احنا بعد ال5 سنين نقوم السيرفر الاولاني تاني ونيشو سيرتيفيكت او نخليه تاني يديله فترة سماح تانية عشان ينستول او يجنريت سيرتيفيكت.